سيادة المستشار احنا اسفين، الحضري فعلا عنده عفاريت. الدربندوخ الدربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. الدربندوخ الدربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. روح يا شخشوخ وتعاشى مروخ. انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي. بعد الخروج بمعجزة من كارثة الاهلي، الاسماعيلي بيعدي بنفخ الانفس من زلزال الزمالك. وبعد ما رجح مولد النبي، لعيبة الاسماعيلي بتسجل باسمها رسميا براءة اختراع زحاليق عاشورة. الفرحة في قلب الاسماعيلاوي عجبة. فريق ما هنش عليه ان هو يكمل فرحتنا لمدة اسبوع كامل ويقدم ولو على الاقل اداء حلو، اطلع متعادل اطلع خسران، بس اثبت ان انت كنت موجود في الملعب. اكدب على نفسك زي ما انت عايز، بس انت لما كنت في القهوة او في بيتكم وكنت بتتفرج على الاداء ده كان احساسك كده. تتنيح بقى متواصل ولسان مدلدل وبق بيرفرف. والدليل بكل بساطة ان اللي جاي ده هو ملخص فرص الاسماعيلي بين الثلاث خشبات بتوع الزمالك. كان بكل بساطة ممكن اشير الحلقة بتاعت ماتش الاهلي اللي فات وكانت هتليق على اللي حصل ده بالظبط على رأي عبد الله حامد عندنا في بيج الفيسبوك، بس اللي كان هيتغير حاجة واحدة بس، التيشيرت الاحمر هيتقلب ابيض. ده التعادل رقم 15 في تاريخ مبارياتنا في اخر 25 سنة مع الزمالك، والتعادل رقم 9 السلبي، ودي المرة رقم 2 اللي الاسماعيلي اتحول فيها البانشنج باج، عمال ياخد في وشه كده طول الماتش، وكل اللي احنا عملناه في المباراة دي ان احنا نزلنا النص تحتاني بس من غير النص الفوقاني. مفيش هجوم، مفيش خط وسط يدعم الهجوم، مفيش خط وسط اساسا على الاطلاق على الاطلاق. بس انا ممكن اقول لك كان في ايه؟ كان في دفاع بيتحمل عليه اخطاء كل لعيب في المباراه دي، وبالذات اخطاء اللاعب اللي المفروض انه صانع العاب الفريق. ازاي؟ وكان في كسر الرقم القياسي في عدد التمريرات الخاطئه الميس باس ما بين لعيبه الاسماعيلي المتتاليه في تاريخ لعبه كره القدم من اول ما بدات لغايه دلوقتي. كان في توفيق عجيب لينا في الفرص بتاعه الزمالك، كان في غشاوه نازله على عينين اللعيبه خلتهم يضيعوا فرص هم وعيالهم واحفاد عيالهم الصغيرين لو قعدوا فيها 6 سنين يحاولوا يضيعوها مش هتضيع. كفايه يا جماعه، تعبت والله. انا مش من وقت الكلام اللي بيطلع في الاستديوهات ده، واحنا زي ما قلنا في الاستوديو بتاعنا والكلام ده كله، بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا في الحلقه اللي فاتت قلنا ان ده ممكن يحصل وحذرنا منه. اللعيبه فعلا خدتها الفرحه بماتش الرجاء، واحنا كجمهور خدتنا النفخه من ماتش الرجاء، وقعدنا ننفخ في فريق الرجاء ونعتبره فريق من اقوى فرق الدوري المصري، والنهايه ادينا شفناها. اللعيبه زي ما احنا قلنا برده في الحلقه اللي فاتت فاجئتنا باداء لا يستحق الاحترام باي شكل. كنت متاكد مع انه كنت شاكك. اما عن سلبيات المنافس فريق الزمالك، فهو اولا ما اتهجمش عليه اساسا ولا اتضغط جوه منطقته عشان تبان له سلبيات من الاول كده. بس اكبر سلبيه انا شفتها في فريق الزمالك هي ان بعيدا عن التوفيق وبعيدا عن جامايكا، فاحنا لقينا لعيبه الزمالك اول لما اطمنوا ان احنا مش هنضغط عليهم ضغط عالي ولا هناخد منهم الكوره، ولا حتى لما ناخد الكوره هنضغط عليهم جوه منطقه الجزاء بتاعتهم ونعمل عليهم خطوره، اطمنوا جدا 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 للمباراه، لدرجه انهم فكروا ان المباراه مدتها 3 ايام مش 90 دقيقه ممكن يضيعوا فيها فرص اللي هم عايزينها. عشان كده ده نتج على ان في فرص كتيره جدا ضاعت جوه منطقه جزاء من لعيبه الزمالك بسهوله غريبه جدا وباستسهال من لعيبتهم. دي كانت اكبر سلبيه بتاعت الزمالك في المباراه دي. ضعف شخصيه حكم المباراه حرق دمي، زي ما انا متخيل ان هو حرق دم كل مشجعين الكوره، سواء من مشجعين الزمالك والاسماعيلي او من براهم اللي بيتفرجوا على المباراه دي. يحمد ربنا المباراه دي ما كانش فيها ميدو ولا سعفان ولا الخروج، وان كمان الجمهور بعد المباراه ما اتخانقش وما قالش ادبه على بعض، وعرفوا كل واحد مين اللي لعب صح ومين اللي لعب غلط، وكل واحد عرف ايه السلبيات والايجابيات بتاعت فرقته، وبطلوا يشتموا بعض على عكس ما كنا بنشوف السنه اللي فاتت سواء على الفيسبوك او حتى في الشارع. ودي الحاجه الوحيده اللي فرحتني في ليله اتاخد مننا فيها الكوره واتاخد من قلوب كل مشجعين الاسماعيلاويه الفرحه. لو انت استحملت ان انت تكمل لغايه اخر الحلقه بكل الكآبه اللي جوانا من ناحيه الماتش بتاع الزمالك اللي فات، عايز اقول ان الفريق اللي هنلعبه الاسبوع الجاي في الدوري هو الاسيوط سبورت. الفريق ده خسر من الرجاء اللي احنا كنا كسبانينه 3-0، فالمفترض ان احنا نرجع نفرح تاني في المباراه الجايه في الدوري. وسؤال الحلقه هو ايه اسوأ حاجه شفتها في مباراه الزمالك وازاي نقدر نصلحها؟ اشوفكم الحلقه الجايه، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه ويا ريت تشيروا الفيديو ده مع كل اسماعيلاوي اللي تعرفوه. سلام عليكم. انت عبال ما تخش على الفيديو ده لو ما كنتش دخلت عليه وعبال ما تدوس سبسكرايب، احنا نحب نشكر الحضري وعفاريته صراحه، يعني ماتش الاهلي وماتش الزمالك انتوا مظبطيننا. جامايكا.